لازم اتعلم اصلا ايه اللي انا ما اتعلمتوش. واعي جدا بالملعب اللي هو بيلعب فيه في حياته. انا اصلا مخي مش بيصمم عشان ادور على السعاده، نمط متكرر. ده انا كمان برمي المسؤوليه بتاعتي على حد غيري، اللي هو infinity resource. الاختيارات دي مش جايه عشان تاذيني، اختياراتي مدمره حياتي. يبقى انا كده مشيت عكس الاسلام بتاعنا، عكس ديننا. التكرار اللي ملازمنا في حياتنا. هنيجي نقول ازاي المعادله بيطلع نفس النتيجه، لان المعادله كلها هي جوه هنا، مشاعري وافكاري. هل القناعه دي او اللي انت مؤمن بيه ده لوجيك؟ انا ما بسيبش جذوري وبمشي، يعني انا المتمسك بالقلم اللي هو صباح الفل عليا. ايوه، اصل الفلوس دي دايما بتيجي للحراميه. الشماعات بقى، او في زرار عندي بيتداس عليه بيبتدي يضايقني او يعصبني، او المتحكم الرئيسي في كل افكاري ومشاعري ومعتقداتي اللي موجوده. عجبني ده مايند سيت. يعني انا لو ما عملتوش ابقى ظلمت نفسي. هو انا بيجرالي كده ليه؟ اسمع لقلبك، اسمع لعقلك، اسمع لجسمك. ان انا ما افضلش دايما عايش في دور الضحيه. لو فضلت تعبان معناها ان انا ما حدش هيطلب مني طلبات زياده. كتير بنعمل حاجات ونفضل نكررها ومش عارفين احنا بنكررها ليه. زي ان انت ممكن تكون بتتفرج على باش كوتش الحلقه والثانيه والثالثه، ولما يجي حد يسالك انت بتشوف باش كوتش ليه او متابع باش كوتش ليه، تقول له ما اعرفش. هو ده موضوع حلقه النهارده، التكرار اللي ملازمنا في حياتنا. هنتكلم على التكرار المستمر واثره، علشان كده كان لازم نستعين بباش كوتش متخصص في الحته دي. منورانا باش كوتش هبه. اهلا بيك. ايه الاخبار؟ ازيك انت؟ ايه الاخبار؟ تمام زي الفل والله. طب جميل، الحمد لله. انت ان شاء الله كده بتمثلي باش كوتش في التوبك بتاعك. فيلا بينا. يلا بينا. احنا عايزين نتكلم او زي ما بنعمل كده في اي كوتشنج سيشن، بنسال سؤال مهم جدا للكوتشي او اللي هو يبقى معانا، متوقع ايه من الجلسه دي. فانا عايز اقول للجمهور، الناس اللي بتشوفنا متوقعه ايه من الجلسه دي. ممكن تقول ان النهارده اللي نقدر نفيد بيه الناس اكتر هو ان احنا نجاوبهم على السؤال اللي دايما بيدور جوه كل واحد فينا، اللي هو انا بيجرالي كده ليه؟ يعني السؤال ده هتلاقيه متكرر. حد يجي يقولك انا حظي وحش قوي، انا على طول كل حاجه عندي بتقف، انا كل ما ادخل علاقه واجي اكمل لازم الموضوع يفشل، انا كل ما اجي اعمل بيزنس واكمل فيه لغايه الاخر هوب الاقي الدنيا يحصل دروب في الاخر. ايه اللي بيحصل او ليه بيحصل ده؟ السؤال ده اللي بيتكرر جوه اذهاننا وما بنبقاش عارفينه، هو ده اللي احنا هنجاوب عليه النهارده. حلو قوي. احنا بنحضر الحلقه مع بعض، كنت بتقولي لي ان ده اسمه الحلقه المفرغه. الحلقه المفرغه او الباترن، يعني اللي هي دايما الناس بتلف فيها. انا قاعد بلف في نفس السايكل وما بوصلش لنتيجه تانية، لا انا بطلع لغايه فوق اوصل للنتيجه بتاعتي، ولا انا عارف اروح يمين او شمال، انا جاست بلف جوه نفس السايكل، جوه نفس الحلقه المفرغه. ليه؟ هو ده اللي احنا المفروض جايين نجاوب عليه. حلو قوي. الباترن باللغه العربيه هو نمط متكرر. بالظبط. وده موجود ممكن في القماش ان في باترن شكل كده بنكرره كتير جدا. صح كده؟ فهو ده برضو هو اللي بيحصل في الدماغ. ده اللي بيحصل في الدماغ اللي يخلينا نختار نفس الاختيارات تاني وتالت ورابع مع اختلاف الازمان والناس والشخصيات اللي حواليا. هنيجي نقول ازاي المعادله بيطلع نفس النتيجه مع اني غيرت الناس، غيرت المكان، انا في مكان تاني، انا في بلد تانية خالص. انا معايا اصدقاء مختلفين او معايا حد تاني في العلاقه مختلف، انا اخترت شريكه تانية او اخترت شريك تاني، ومع ذلك انا بقابل نفس النمط او بقابل نفس النتيجه. مع ان المفروض ان في قوانين العلوم كلها ان انا لما بغير حاجه في المعادله المفروض النتيجه تتغير. بس ده الحقيقه ان انا ما غيرتش الحاجه في المعادله، لان المعادله كلها هي جوه هنا، مشاعري وافكاري. النمط بتاعي اذا كان المعتقدات بتاعتي او اللي هي البيليفز، يعني او الكور بيليفز اللي هي المعتقدات الاصيله بقى اللي جوايا. تمام. وساعات بيبقى عندي كونسبت معين، يعني اللي هو مبدأ بس، اللي هو جاست فكرة أخف شوية من المعتقد، بس برضو هي دي اللي بتخليني أفضل أختار نفس الاختيار مرة واثنين وثلاثة مع اختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص. انا افتكرت دلوقتي الاغنيه لما انت بتقولي كلمه اختيار دي، فافتكرت احمد سعد وهو بيقول اختياراتي مدمره حياتي. هو انا ليه مكتوب على وشي؟ تعالى جرحني وامشي. اقولها اتفضل كمل عادي، ما تكسفش، اتس اوكي. فده مش عارف هو مرتبط بالموضوع. والله رغم حبنا لموسيقى الاغنيه
واحترام طبعا لكل المؤلف والمغني وكل حاجة. بس أنا بعد دراستي للعلوم بتاعة الايموشنال هيلينج والNLP وإن أنا أدرس التحرير المشاعر والبرمجة اللغوية العصبية، أقدر أجزم لك إن دي أسوأ أغنية أنت ممكن تسمعها. اوه. لأن تكرارها هيعمل لك برمجة داخلية. يعني أنت لو أنت طول الوقت بقول لنفسي أصل أنا اختياراتي مدمرة حياتي، وانس ان انت بتكرر ده جوه دماغك اصلا، انت خلاص خدت الباترن ومش شغال عليه، انت مش هتغير حاجه، انت ماشي عليه. تمام. هتيجي تقول لي بس انت اللي انت بتقوليه ده معناه ان انا اللي بتحكم او انا اللي بغير. في الحقيقه هو كده. يعني لما جه كان في موقف كده حدث ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاة انه كان بيعتاد ان لما يكون في حد مريض كان بيروح بيزوره. فكان في اعرابي كان مريض، فالرسول عليه الصلاه والسلام راح يزوره. فطبعا اول ما دخله قال له لا باس، طهور، لا باس طهور ان شاء الله، اللي هو تفائل ان شاء الله ده اجر وعافيه زي ما احنا ما بنقولها كده. فراح قال له الراجل، قال له طهور؟ قلت طهور؟ استغرب كده. بل حمى تفور في جسد شيخ كبير، على جسد شيخ كبير. فالرسول في الاخر راح قال له ايه؟ وقال له ان هي دي هتخليني ازور القبر، يعني فيما ايوه معناه. ايوه ايوه. فراح الرسول قال له ايه؟ فنعم اذ، فنعم اذ، خلاص ده اللي هيحصل. وده اللي حصل بعد. فيه وقال بقى ان في احاديث بتقول ان هو الراجل ده فعلا توفى بعدها بيوم او بيومين. افتكرت كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام، تفاءلوا تجدوه. تفاءلوا بالخير تجدوه. ليه الرسول كان بيأمرنا بكده؟ هو ده اللي بندرسه بالظبط في الNLP، في البرمجة اللغوية العصبية. ان انا لما بحط باترن جوه دماغي او سيكونس معين وافضل اكرره، دماغي بتجري وراه اكتر. زي فكرة لما بيجي يقولك دايما لما تلاقي عربية عجبتك قوي تمشي في الشارع تلاقي هوب كل العربيات هي دي. ايه اللي خلى العربيه تبقى هي العربيات انتشرت عشان انا فكرت فيها؟ لا، هو دماغي وانس ان لقاني انا مهتم بالحاجه دي هيظهرها لي في كل مكان. فانا طول ما انا بقول لنفسي انا اختياراتي مدمره حياتي، اذا انا دماغي هتظهر لي ده في كل الاوقات، هتجيب لي الاختيارات المدمره. وانا اصلا عندي باترن قديم انا المفروض اروح احله. انا ليه اصلا اخترت اختيارات خلتني اتدمر في حاجات؟ الاختيارات دي مش جايه عشان تاذيني، يعني ربنا حاشاه ان هو يعمل معانا كده، بس انا جاي عشان اتعلم حاجه معينه. يعني ايه؟ يعني انا بعتبر ان الحياه دي كاني بالظبط في سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه. ايوه، مدرسه الحياه. مدرسه الحياه، برافو عليك. اوكي، لو انا في سنه اولى تمام وما نجحتش في الامتحان، فهاجي الاقي الامتحان بيتكرر تاني. الله، والامتحان بيتكرر ليه؟ تفتكر الامتحان بيتكرر ليه؟ عشان انا ما نجحتش اصلا المره الاولانيه. ده بالظبط. فبالتالي ما ينفعش اجي اقول هات لي بقى امتحان سنه تانية. لا، لازم اغير طريقه مذاكرتي عشان انجح. بالظبط، لازم اتعلم اصلا ايه اللي انا ما اتعلمتوش، ايه اللي انا كان المفروض ابص عليه جوايا مش بره. وهنا بياتي بقى قانون بتاع ربنا اللي بيقول لنا بيه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني ايه؟ هتقولي ازاي؟ يعني انا لما مثلا فلان بيضايقني او كل علاقاتي ان الناس دي بتخني مثلا، معناها ان انا لازم اغير حاجه عندي انا؟ ده هم اللي مش كويسين او هم مش كويسين. بس ايه اللي خلاك تختار الشخص ده دونا عن اللي كان جنبه؟ والناس دي كمان بتبقى في ناس حواليها فعلا بالفعل، بس مش معنى ده اللي بيجيلي، مش معنى ده اللي انا بروح انجذب ليه مش التاني. ليه؟ علشان انا عندي باترن جوه دماغي مخليني انا عايز اروح لده، لان شكل الوجع بتاعي، لو مثلا شكل الوجع بتاعي ده على شكل مستطيل مثلا، فهو ده الشخص اللي الوجع الشكل بتاعه عنده المستطيل بارز هيعرف يجي يضغط عليا، هيدوس عندي على زرار هيخليني دايما الكهارب عندي تشتغل. تريجر. انوار كده زي الكهارب بتاعت الافراح. الزرار داس. الواجب بتاعي هو اني اخش اشوف الزرار ده موجود ليه، بتاع ايه. يعني كان عندي مثلا كلاينت، هي كل الاثنين اللي ارتبطت بيهم في الحياه، الاثنين كانوا بنفس الطريقه، بنفس مع ان اختلاف الاشخاص واختلاف السن، كان فرق عدد سنين بينهم وبين بعض. تمام. ومع ذلك واختلاف ليفلز بينهم في الاثنين، ان الاثنين دايما عتاب ولوم طول الوقت. على طول كلام لاذع، انت غلطانه، انت ما عملتيش، انت قصرتي، انت ما خلصتيش، انت ما وقفتيش جنبي، انت ما عملتيليش، انت. الحقيقة إن هي جواها نفسها هي أصلا بتقول لنفسها كده، أنت مقصرة، أنت غلط، أنت وحشة. فطلعت
طلعت بره. فتطلع بره ليه؟ لانها لما بتشوف حد تاني بيشكر فيها بس هي بتقول جواها subconsciously انت مش عارفني اصلا، انت مش فاهم حاجه، اسكت انت خالص، انت لو عرفتني انت لو اكتر عرفتني اكتر هتبعد. لكن ده عارفني، ده برافو عليه، ده عارف كل غلطاتي وكل مشاكلي، رغم ان ده تعبها بس هي بتختاره تاني وبتختاره تالت لغايه ما نيجي ونحل التوبيك ده. لان ده نتيجه ان انا عندي اصلا باترن من صغري ان انا كنت بتقابل على طول باللوم والعتاب، فدي معلوماتي ان هو ده الحب. انت كده بتتكلمي على الباترن. انا كنت اقول لك ايه تعريف الباترن، انت يعني قلت التعريف بشكل مبسط واديتي مثال عليه عشان الناس تفهمه اكتر. بالظبط. وده هياخدني لكم جمله كده او كم كلمه انت قلتيها. قلت ايموشنال هيلينج، بالظبط. وقلت NLP. تمام. فالموضوع مش مجرد كوتش قدامي، فانت كده ليفل الباش كوتش. ففي كذا حاجه انت درسها واضح. بالظبط. فخلينا ندمجهم مع بعض وتقول لنا ايه الطريقه اللي انت بتتعاملي بيها مع اي حد بيجي لك. طيب استاذنك في بورد كده اوضح لك ليه اصلا استخدمت الفكره ان انا ليه ما بقيتش كوتش بس او بقيت ايموشنال هيلر بس او كده. اديني لو في بورد او كده اوضح لك اصلا ماشي. ليه ابتدينا ده. اتفضلي. شكرا جدا. مفيش حاجه نمسح بيها البتاع ده؟ ممكن الظهر. ماشي يلا بينا. طيب اغلبنا عارف النموذج بتاع الايسبرج، اللي هو احنا بنقول ان انا لو عندي سطح للبحر، سطح البحر وده سطح البحر بتاعي، ولو انا شايف عليه قمة جبل، فده عشان يثبت عشان يكون موجود ويكون ظاهر قدامي اصلا، لو انا بصيت تحت الجبل ده هلاقي ان تحتيه اصلا اوريدي رقم يعني هو بالظبط بيقولوا لود اكبر عشان بتاعه. نوضح للناس اللي ممكن جذور تكون لسه مش عارفاه. هو عباره عن ان الجبل لو ربعه فوق فعندك 3/4 تحت. بالظبط كده. عشان الجبل الضخم الكبير قوي ده اللي انت اللي انت شايفه شايفه يبقى يفضل موجود. الجذور بتاعته جذوره تحت بتكون اعمق. يعني الضعف بتكون اعمق الطول بتاعه. بالظبط. دي نفس فكره السبكونشس بتاعي اللي هو عقلي اللاواعي. في الحقيقه ان تصرفي وسلوكي معاك وسلوكك معايا وسلوكنا مع الاخرين كله نتيجه السبكونشس بنسبه 95% اللي هي 95%. هي دي اللي بتخليني اتصرف، وجاست 5% بس بعقلي الواعي هو اللي شغال معايا، اللي هو اللي فوق سطح اللي الميه. هو اللي فوق. تمام. فانا عندي ال 95% دي هي المتحكمة أو المتحكم الرئيسي في كل أفكاري ومشاعري ومعتقداتي اللي موجودة. تمام. فبتخليني بسلوكي بيتغير طبيعي نتيجتها، مع ان انا عارف المفروض ما اتعصبش في الموقف ده، وانا بتعصب ليه؟ علشان ال 95% هي اللي محتاجه ان نبص عليه، مش ال 5%. عشان كده زي ما انت قلت في الاول انا بحاول اغير الشخصيه، اتجوز جوازه تانية جديده غير الاولانيه الاقي نفس الموضوع بيتغير. طب اروح بلد تانية نفس الموضوع. عشان اروح انا جذوري لسه ماشيه معايا. انا ما بسيبش جذوري وبمشي. هي فعلا أنا لا ماشية بيه. وموجوده في كل حاجه. يعني لو سبت وظيفه رحت للتانية، عملت شيفت كارير، بالظبط. سبت شركه رحت للتانية، ده كده في البيزنس وفي الشركات وفي الوظائف. تيجي في العلاقات نفس الموضوع. صح بالظبط كده. فالكونسبت ده كان بيخليني زمان وانا عادي كأز كلاينت حتى كنت بروح ادور انا عايزه احل، انا مش عارفه اتصرف، انا مش عارفه اغير دي، هو في ايه؟ انا عارفه ان اكيد في حاجه المفروض اتعلمها بس ايه هي؟ انا مش فاهماها. فوانس ان انا كنت بروح بس جاست ان اعمل جلسه كوتشنج او باخد جلسه كوتشنج، انا فهمت بالوعي، جاست الوعي كده اللي هو عقلي الواعي اللي هو 5% لو احنا فاكرين دلوقتي، ان انا المفروض ما اعملش ده، المفروض ما اتعصبش في الموقف الفلاني، المفروض اعمل ما اديش للناس كل حاجه قوي كده وابذل نفسي مثلا واكون شخص بيبل بليزر مثلا. ده انا عارفه بالعقل الواعي. طب انا مش عارفه اغيره ليه؟ لما باجي اتحط في موقف ما بعرفش اتغير، مش عارفه اتصرف. فابتديت اروح اخد سيشنز جاست ان انا اتعلم واخد انا ككلاينت الهيبنوسيس اللي هو البرمجه اللغويه العصبيه عن طريق صوتيات. بحط زي ما احنا قلنا كده ان انا بحط معتقدات مختلفه بصوره باترن معين، افضل اسمعها بشكل متكرر عشان ابرمج او اعيد واعمل ريفريمينج وريبروجرامينج لمخ تاني. انا الحمد لله انت بتجيبي الكلام ده في باش كوتش. يعني انا عارف في ناس بتتفرج بره باش كوتش على كلام زي ده وممكن تقعد تتريق عليه وما تهتمش بيه وتقول لك الكلام ده نرجع بقى نفتكر باترن ده على فكره. نرجع نفتكر الحديث او الموقف اللي الرسول عليه الصلاه والسلام مر بيه. طيب. والحديث اللي انت قلت عليه بتاع صح. الرسول عليه الصلاه والسلام عشان يعرفوا ان هو موجود من جوه الثقافه الاسلاميه بالزبط. عندنا. يعني ما احنا ما عندناش تشاؤم ولا تطيروا، ده في القران ربنا بيقول لنا كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تطيروا، ده امر.
ما ينفعش ان احنا نفضل نتشائم، ما ينفعش افضل اصلا اختياراتي مدمره حياتي، اصلا انا حياتي كلها كده، اصلا انا حظي وحش. يبقى انا كده مشيت عكس الاسلام بتاعنا، عكس ديننا. طيب هو ديننا ده جاي بس عشان يعلمنا للاخره بس؟ لا، هو بيعلمنا كمان قوانين الحياه. تمام. فلما انا ابتديت اشتغل على اني ابرمج بس، برضو في حاجه معيقه ورا، انا مش عارفه اتصرف. انت عرفتيها بس لسه مش عارف مش تتصرفي، عارفه، انا عرفت بس ان انا عرفتي المفروض ان في ابرمج حاجه. الصح، بس أنا مش عارفه هي ايه. وده كان خلاني ادخل على موضوع الايموشنال هيل، العلاج الشعوري. لان الفكره لو هي فكره مسطحه كده، انا ممكن اناقشك بيها بعقلك الواعي وعقلي الواعي، فانت تقتنع تمام، الفكره تطير. الفكره ان كل ما الفكره يكون معاها شعور اعمق، بتنتقل من انها تكون مبدا اللي هو الكونسبت، تمام، لانها تكون بليف، لانها تكون كور بليف، لانها تكون معتقد، ومعتقد راسخ معايا. كل ما يكون الشعور بتاعي فيها اقوى، كل ما هيكون عندي ده بقى نسرع بقى الموضوع، يعني المراحل الثلاثه دي بتتسرع كل ما المشاعر بتبقى اقوى. بالظبط. فابتديت ان انا علشان الكونسبت بتاع ال 95% وال 5% اللي هي 95% وال 5% اللي هي الايسبرج المعروفه للناس، اغلب الناس معروفه بالنسبه لهم، ابتديت ان انا اعمل او استخدم حاجه انا درستها في المانجمنت اسمها ليوينز تشينج موديل. اوكي. قانون لوين، واحد اسمه لوين كان عامله للتشينج، اوكي، اللي هو كان بيقول فيها 3 خطوات. اول خطوه ان انا لو عندي قالب تلج على شكل كيوب، على شكل مكعب، مكعب، انا عايزه احطه على شكل ستور عشان اولادي مثلا. ايوه. عشان اغيره، لو انا مسكته كسرت فيه مش هعرف اوصل. صح. تمام. ولو انا سبته كده وخلاص هو يسيح، مش هعرف اعمل حاجه برضه. فكان عمل او فكر يعني، او قال لك هي الفكره كلها بتعتمد ان انا لما عاوز اغير اي حاجه عندي تغيير جوايا، محتاج امشي 3 خطوات. اول خطوه بالنسبه لي هي ان انا اخد مكعب التلج ده واعمله unfreezing. تاني خطوه بالنسبه لي ان انا اعمل اللي تشينج اللي انا عاوزه اعمله، ابتدي اخد الميه الليكويد اللي طلع ده واحطه في القالب اللي على شكل ستار، على شكل النجمه ماشي. اللي انا عاوزها. طيب هي كده اتحولت؟ لا، هي كده نقط واخده ميه الشكل، بس هي لسه ساقيه. بالظبط. فابتدي اخدها واعمل لها فريزنج تاني. يبقى انا اخد بعد كده المكعب بقى شكل الستار او النجمه اللي انا عاوزها. انا كده عملت التغيير. طب لما انا جيت افكر في ده، درست كل النواحي دي عشان اعمل نفس النموذج بتاع لوينز بس على النفس البشريه. طيب. ان انا اول حاجه ببتدي عامله زي انا عايزه احرر اللي قدامي من موقف ما، زي تحرير سينا كده. فانا عملت كونسبت او مبدا ان انا بمشي ب4 خطوات نسميهم سينا. اوكي. CENA. صح. تمام. طيب سينا دي ان انا ببتدي معاك باسئله الكوتشنج. ساعات الكلاينت بيبقى جاي انا فاكر ان انا عندي مشكله، ان انا متضايق قوي من العلاقه اللي انا مريت بيها، او عندي مشكله مثلا في الفلوس. انا بشتغل وده عندي مثلا كلاينت، انا بشتغل شغلانه كويسه جدا، المفروض مرتبها كويس قوي، ما عنديش الضغوط الاجتماعيه الشديده قوي اللي تخليني اكون مضغوط ماديا، بس انا دايما ما معيش فلوس، انا كمان مديون، فانا ليه بعمل كده؟ فبمشي معاه بالنموذج اللي هو بتاع سينا، تحرير سينا. حلو قوي، حلو قوي الربط ده. احنا زي ما حررنا سينا، لازم نحرر العقل برضو. استأذنك بقى علشان الناس تشوف الصورة، الرسمة اللي هي الجبل. ايوه صح كده. وده كأنه سطح البحر، وال 95% اللي او 95% اللي هي معتقداتي اللي راسخة. وعشان كده انا حتى في وسط الموج ده كله نفس الحاجات فوق موجوده. ده الحته دي بتفكرني بالظبط اي جلسه كوتشنج بتبقى عامله زي مع حد واعي جدا بالملعب اللي هو بيلعب فيه في حياته، فبيضرب كل الكشافات في الملعب ده. تمام. بس بنيجي احنا ككوتش نقول له خد بالك بقى، ده في حته بره الملعب مظلمه خالص، كحل سبكونشس. تعالى بقى نشوف لك، نوري لك كشاف كده نبص عليها. فانت كده في المرحله دي بتعملي ده بالظبط. طيب زمان خالص الناس اول ما كانت خلقوا في الكون ونزلوا في الارض كانوا ايه؟ كانوا موجودين في الطبيعه. فعلشان المخ وظيفته الاساسيه هو انه يحميك دايما، اللي هي السرفايفل مود، اللي هو غريزه البقاء. فهو ده الهدف الاساسي والاول للمخ بتاعك. تمام. والدراسات معمولة على الأساس ده تماما. ودي كانت حاجة مبهرة. احنا دايما ندور على السعادة، ومع ذلك أنا أصلا مخي مش بيصمم عشان أدور على السعادة، أنا مخي موجود علشان يحميني، علشان أفضل عندي غريزة البقاء اللي بتخليني أفضل مكمل إني أدور إزاي أحمي نفسي.
حلو قوي. فده اللي المخ بيعمله اصلا معايا في العادي، ان هو بيحميني بقى من ايه في المواقف العاديه. انا دلوقتي لا عندي اسد ولا عندي دب ممكن يخرج عليا ولا ثعبان ممكن يدخل عليا، انا مش قاعد في الحشائش ولا في الغابات. تمام. فالمخ برضو هو دي وظيفته، انا جاي احميكي، فبدل ما احميكي من الطبيعه بحميكي من حاجات تانية، بحميكي من التغيير. كونسبت قوي اللي احنا كده اعرفه ربطنا احسن من الحاجات اللي ما ببعض، اعرفوش. احنا عملنا كده كولكت ذا دوتس كده في الاخر. طيب كده ده حرف السي، الاسئله الكوتشنج الاستكشافيه. تمام. بنخش في حرف الاي، بيعبر عن ايه؟ الايموشنال بقى هيلينج. خلاص انا عرفت من الكلاينت اللي معايا، الانسان اللي جاي عايز يغير، وعايزه اقول لك ان دي خطوه اصلا اساسيه قويه جدا، لان انا اصلا اروح عشان اغير. يعني انا ابتديت اغير اهو. فانا اول حاجه عملناها ان انا ابتديت اسال اسئله الكوتشنج اللي هو جاي شايفها من بره، الجزء اللي فوق التب بتاعه الجبل. تمام. وبعد كده الايموشنال هيلينج، بخش بالتكنيكس بتاعه العلاج الشعوري. انا دارسه يعني دبلومه علاقات فيها، دارسه باترن من البيت، دارسه EFT اللي هو تحرير مشاعر الحريه الشعوريه. بستخدم التكنيكس دي عشان نخش نشوف الكور بقى اللي هو الأساس 95% 95%. إيه المعتقد المعيق؟ جاي لي من مين؟ لأن ممكن أكون نتيجة ماما، نتيجة بابا، نتيجة إن هم بيقولوا لي. يعني نرجع تاني للكلاينت اللي كان بيقول أنا عندي مشكلة في الماديات. لما جينا نخش جوه لقينا عندنا كور بليفز بتقول لي، أو معتقد راسخ جوايا بيقول لي أصل الفلوس دي دايما بتيجي للحرامية. لأن عيلتي من وأنا صغير بيقولوا لي ده معاه فلوس، ده أكيد حرام، ده أكيد تاجر مخدرات، وأغلبنا بيتقال له الكلام ده وإحنا في البيوت. تمام. فبالنسبة لي أنا مش عايزة أبقى غني لحسن أبقى وحش فما أدخلش الجنة. أنا عندي هدف أسمى، بس ده بيخليني أقف لا مش عايز فلوس، لا هصرف كل الفلوس اللي معايا، مش هعرف أعمل سيفينج، مش هدخل في حاجة جديدة. تمام. فعندي المعتقد جوه، بخش ابتدي افككه وابتدي اشوف هو جاي له من مين. انا افتكرت بابا، قرايبنا، مجتمع. لا طبعا افتكرت جمله شهيره جدا اللي هي مش كل حاجه الفلوس. ده كونسبت برضه، حياتنا كلها قايمه على الفلوس اصلا. يعني ايه اللي مش كل حاجه الفلوس؟ صلى على النبي، مش كل حاجه الفلوس. الفلوس ما بتبنيش سعاده. ايوه ان شاء الله الفلوس مش كل حاجه. الفلوس مش كل ولما بتروح تعالج ابنك مين الفلوس ولا كل حاجه. هي الفكره ان يعني نفس المعتقد ده ممكن يبقى ليه وجهين، ليلة بيداعم ليلة معوق. بالظبط كده، بالظبط، برافو عليك. لان الفكره كلها ان انا ممكن اجي اقول الفلوس مش كل حاجه بس بشكل داعم. الفلوس مش كل حاجه بس الفلوس دي سهله جدا انها تجيلي، انها جايه من الله الخالق الرزاق مالك الملك. فوانس ان انا بنسبها للاصل بتاعها، للسورس بتاعها، ده الله هو اللي بيجيبها لي. سهل قوي، اللي هو infinity resource، بالظبط، لا محدود. بالظبط. طب انت بتتكلم في الوفره. اول ما ابتدي ادرك الوفره دي وابقى عارفه ان الفلوس عادي بتتوفر وقت ما انا بحتاجها، هنا المعتقد بتاعي متغير، فابتدي نظرتي مختلفه. لكن لو انا جيت قلت نفس الحاجه، الوجه التاني ليها هو ان انا اجي اقول والله الفلوس مش كل حاجه، فلا ده انا لو جالي فلوس، وده المعتقد التاني اللي كان معانا مثلا، انا لو جالي فلوس معناها ان انا مش هقعد مع عيلتي كتير، لان انا هيبقى عندي وقت، مش هيبقى عندي وقت عشان انا عايزه ادير فلوسي. او ان انا لو جالي فلوس يبقى انا مش هيبقى عندي عيله، علشان ما حدش بياخد كل حاجه. هو ربنا ما قالناش قانون ده على فكره، احنا بنحط قوانين من عندنا. ربنا قادر يعطي كل شيء. ايوه، يعطي كل شيء. يعني سيدنا عثمان ابن عفان كان من اغنى اغنياء الصحابه، وكان عنده الدين وكان عنده المال، وما زالت ليه نخلات لغايه دلوقتي في السعوديه بتطلع منها تمور، بتطلع صدقات لغايه دلوقتي باسمه. تمام. كان عنده المال، كان عنده الاولاد، وكان عنده الصحبه الجميله. الرسول عليه الصلاه والسلام ايه اكتر من كده؟ فلا ربنا قادر يعطيك كل شيء، يعطيك كل شيء. والحمد لله ما سمعناش ان سيدنا عثمان كان مريض او قعيد او اي شيء، لكن احنا اللي حاطين الكونسبتس دي من اللي بنسمعه، فبنمشي عليه. كم مرة كتبت دودو ليست يومية وعلمت على حاجتين بس من 7 حاجات، واعتقدت المشكلة كانت في الوقت وانك مش لاحق تعمل كل حاجة؟ الحقيقة ان المشكلة ما كانتش في وقتك، المشكلة كانت في طاقتك. يبقى عشان تعرف مصادر طاقتك وازاي تديرها وتستخدمها خلال اليوم، وكمان تقدر تحقق تناغم بين الحياة المهنية والشخصية، يبقى انت محتاج تكون واحد من 8 افراد في جروب كوتشنج ريست تو بيست.
لو حابب تبدأ رحلتك في إدارة طاقتك، سجل دلوقتي من خلال اللينك الموجود في وصف الحلقة. قبل ما نخش الحرف الثالث افتكرت هنا كوتشنج دول ممكن نستخدمها، كلنا بندرسها، خلينا نستعرفها برضو. فكره ان احنا بنعمل 4 دوائر، وكل دايره بتسلم اللي بعديها. الدايره الاولى اللي هو الاعتقاد او القناعه، فبنكتب مثلا الفلوس مش كل حاجه، ماشي. دي مثلا هنا بنكتب كده. بنروح اللي بعد كده حاجه اسمها البوتنشال، احتماليه ان انا اخد اكشن او افكر او اخد قرار بناء على المعتقد ده او القناعه دي. تمام. فبالتالي لو هو بعمل تيستنج يعني بختبرها. بختبرها، فلا لا انا بناء على الفلوس مش كل حاجه، لقيت نفسي انا مش طموح، مش بشتغل كتير، مش عايز اتطور، مش عايز، ما هي خلاص مش فلوس في كل حاجه، مش عايز افتح بيزنس. ده البوتنشال. ودانا للاكشن. الاكشن اللي هو ايه؟ انا لو يجي حد يقول لي انفست بحاجه او التحويشه بتاعتك تطلعها، اقول لك مش فلوس مش كل حاجه، تمام، ما هو ده الاكشن. بالظبط. اخر دايره اللي بنوصل لها الريزلتس، النتيجه. فنفضل زي ما احنا بقى عندنا ديون بنشتكي على طول. فده بس حبيت ايه نحطها في شكل ايه كوتشنج تول يعني. حلو جدا، حلو جدا، متفقه معاك. الحرف الثالث حرف الان. الان اللي هي بستخدم فيها التكنيكس بتاعت NLP. احنا قلنا انا نظفت الاول الاساس اللي كان عندي الاول، عملت كوتشنج، دخلت استكشفت المكان، بعد كده نظفته بالايموشنال هيلينج، وبعدين ببتدي اعمل برمجه لحاجه جديده، بعمل ريفريم، ببتدي احط شكل مختلف. ابتدي بقى هنا احط الفازه بقى، بدل ما احطها يمين احطها شمال، احط مش عارفه احط هنا ورده، احط هنا فل، الحاجات بقى اللي هي الجميله، اللي هي ببرمج عقلي بدل ما انا غيرت المعتقد القديم لازم احط بداله معتقد جديد. فبنعمل نيورو باثواي جديد، يعني بعمل خط جديد جوه دماغي. انا عندي جوه روابط عصبيه، فالروابط العصبيه دي المفروض ان هنا دلوقتي لو جالي ستيميوليشن، جالي دلوقتي محفز خارجي قال لي اتعصبي، فبيروح جاي بسرعه هوب ملمس مع العصبيه، فاروح يجي لي الاكشن. طب انا عايزه اعمل نيورو باثواي، اعمل بقى حاجه خط جديد، عايزه ابتدي امشي ده. لا هنا انا ما بقاش في حاجه بتعصبني، لان انا كنت الاول فاكر مثلا دي حاجه بتقل مني، لا مش بتقل. فبعمل هنا برمجه جديده، بعمل ريفريمينج، تمام، وببتدي استخدم معاه حاجات. وممكن اعمل بعديها اجي اقول والله في حاجه هنسمعها مثلا كل يوم لمده كذا، علشان انا بعمل برمجه جديده، او حاجه هتقولها كل يوم لنفسك، او صباح الخير حتى اللي هي لنفسك، اللي هي بعمل جست هاي فايف الصبح، خش على المرايه او لنفسي هاي فايف، اللي هو صباح الفل عليا. ايوه جميل قوي النهارده، ما حدش عايز يدلعني، انا هدلعني. ايوه على كان في كده، كنتش انا دلعني مين هيدلع؟ اي بالظبط خلاص كده انا مقتنع معاك بقى صح. بالاغنيه دي، تمام احنا تمام. طيب الحرف الاخير الاكشن بقى. الاكشن بلان، لان انا دايما اقول احنا في السيشن احنا زي الفل، نظفنا الطريق، يلا قوم امشي. يعني اشتغلنا على ان انا مثلا واحنا في الكونسبت بتاع المال ده، مثلا كان عندي كونسبت تاني جواه، او الكلاينت يعني كان عنده كونسبت تاني جواه بيقول انا ما اقدرش افتح بيزنس خاص بتاعي، لان انا عندي معتقدات من اهلي، لان انا شفتهم حصل لهم دروب لما فتحوا شغل بتاعه، فالامن ان انا افضل شغال شغلانه ثابته. تمام. فيبتدي ان انا غيرت هنا، خلاص احنا دخلنا على الكور بلاي فود، ابتدينا ان احنا نغيره ونظفناه وعملنا NLP وكل حاجه. قوم بقى انت خد خطوه. عملت ايه؟ لازم تعمل اكشن، لازم تقوم انت تمشي الخطوه، علشان اعمل الروابط العصبيه دي اللي احنا بنيناها، اللي هي النيورو باثواي اللي عملناها جديده، امشي عليها بقى، عشان بدل ما هو يبقى خط رفيع، لا يبقى طريق محفور مرسوم سريع، اول ما دماغي تجيبه هوب يمشي على طول. فبعد كده الكلاينت مثلا جه بعديها، انا ابتديت اخد كورسات في البيزنس، ايوه انا ابتديت اعمل بجوين في بزنس كوميونتي، بالظبط، كلمت انفستور، اخد اعمل دراسه جدوى من مش عارف ايه كده، يعني يبدا ايه بالظبط. طبعا انه ما ينفعش بقى يقول خلاص انا هاخد بقى الفلوس يلا اروح بقى اعملها على طول، لان كده يبقى في تهور. لا هو مشي انا من غير ما من غير ما انا اللي بقول له او بقوم لي عليه هاي يلا قوم خد كورس، لا هاي عملت ايه، احنا هنعمل خطوه، هتعمل ايه. فهنا بنرجع تاني ان هو بيحط الاكشن بلان نتيجه برضو او عن طريق الكوتشنج تولز اللي بنستخدمها. فيجي يقول انا اخدت كورس، اشتركت في كورس 1 2 3، انا ابتديت اعمل كذا، مثلا حد كان اوريدي شغله قائم بس ما كانش خايف يعملها، مثلا تاني كان كلاينت تاني ابتدى ان هو يعمل ماركتنج للشغل بتاعه. فاهم قصدي ايه؟ كده ابتدينا في الاكشن بلان، كده هو ابتدى يمشي النقطه او الخطوه الجديده اللي هيبتدي يكمل بيها او بعديها.
روعة. طيب أنا امبارح كنت جات لي فكرة برضو كوتشنج تول برضو أو كوتشنج موديل بقى، مش كوتشنج تول، كوتشنج موديل، عشان الناس تبقى وهي بتتفرج على سيزون 3 تبقى فاهم الفرق بين كوتشنج تول وكوتشنج موديل. كوتشنج موديل ده اللي هو ممكن الأغلبية أو الشائع يعني عندنا في المجال بتاعنا إن هو كلمة، والكلمة دي كل حرف بتبقى بتدل على حاجة زي ما أنت تمام. قلتي سينا. سينا. اوكي، خلاص، فاحنا بنتكلم على الباترن، فأنا حضرت باترن برضو. حلو قوي، علي أحاول إيه نحكي. نستكشفه سوا يعني. يلا بينا. يلا بينا. حرف البي هو البريزنت. البريزنت اللي هو الواقع اللي انت فيه دلوقتي. احكي لي انت دلوقتي بتعمل ايه، واللي بيحصل معاك، واللي معطلك. وهي ريليتد برضو بالحته بتاعت الكوتشنج طبعا، ده صح. اساسي يعني. احنا لازم نعرف احنا فين النهارده عشان بالظبط. رايحين لايه. صح كده جدا، صح. اتفق جدا معاك طبعا. الحرف الثاني هو حرف الاي، وهو اللي هو بنتكلم على ask about roots، اللي هي اسأل على الجذور. احنا ايه اللي حصل قبل كده، حصل من امتى، حصل ازاي، حصل مع مين. يبدأ يشوف الباست، الماضي بتاعه ايه اللي ممكن يحصل، تمام. ايه اللي كان قبل كده حصل، الكون ده. المحفز. احنا قلنا الباترن ده كان من خلفيات صح. قديمة شوية. صح. فده الحرف الثاني. الحرف الثالث تور، حرف التي هو حرف تور within yourself. عرفت خلاص كل حاجه حصلت، تعال نخش بقى ديب قوي معاك. صح كده. اللي انت بتحسه، اللي انت بتشوفه، اللي انت بتمر بيه، شويه اسئله عليه، هو بنفوكس عليه هو تحديدا. حلو جدا، صح جدا، حلو قوي. اتفق معاك. الحرف الثاني هو التي، هو testing your belief او your new belief. احنا خلاص بقى عندنا بعد ما عرفنا الفتره اللي فاتت، هنا تحس كده ان احنا بنتكلم قطعنا نص الطريق. النص التاني هو اللي بيبدا بالرحله الجديده بقى، المعتقد او القناعه الجديده اللي بدات تتشكل. وطبعا في اسئله طبعا بنسالها في الموضوع ده عشان نوصل للقناعه الجديده بقى، اللي هو بنقول هل القناعه دي او اللي انت مؤمن بيه ده لوجيك منطقي، هل هو مفيد لحياتك، رياليستيك صح، واقعي، وهل هو مفيد لحياتك. صح. بعد كده بنخش على حرف الاي اللي هو الايموشنز. بعد ما خلصنا كده بتحكي لي مشاعرك عامله ازاي، شايف مشاعرك عامله ازاي، فيبدا يحكي انا حاسس بحماس، حاسس ان انا ارتحت، حاسس ان انا بقيت افضل، الحاجات دي كلها. الحرف اللي قبل الاخير حرف الار، هو ريفريم، اللي هو انت برضو قلتيه في الموديل بتاعك، هو ان احنا نعمل توثيق للموضوع، نبدا ريفريم ده توكيدات بقى معينه ايا كانت الطريقه عشان يبدا دي تترسخ جواه. واخيرا الاكشن اللي هو نيو اكشن. الباترن حرف الان ده اللي هو نيو اكشن، فعل جديد. احنا عارفين ان اي كوتشنج سيشن لازم تنتهي اللي هو اكشن بلان او اكشن ستيبس. لو احنا ما بنعملش كده هنفضل في دايره مفرغه يعني، زي ما كنا بنقول صح يعني. كده، بالظبط. خليني اقول لك ان علشان الكلاينت، طيب خليني اقول ان الهدف الاسمى ان الكلاينت اصلا يبتدي يفكر انا محتاج اقوم اشتغل على نفسي، اللي هو احنا في ديننا الجهاد النفس، علشان نمشي على قانون الله اللي وضعه لينا في الارض، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اذا انا لازم اخد الخطوه، ابتدي اقول انا عايزه ابتدي اغير حاجه جوايا عشان اقوم الاقي حاجات حواليا اختلفت. تمام. طيب علشان ابتدي اعمل ده والكلاينت يبتدي يمشي فيه، اولا احنا بندرك بالوعي ان انا عندي مشكله، انا ماشي في حلقه مفرغه، انا في تكرار عندي موجود بس انا مش فاهم ليه، او في زرار عندي بيتداس عليه بيبتدي يضايقني او يعصبني او يوترني او يجيب لي باترن حتى لو كان جسدي. تمام. طيب دي اول حاجه، الوعي ان انا عندي باترن انا ماشي فيه. الحاجه الثانيه اللي انا عايز انوه ليها، وهي نقطه مهمه جدا، وهي نقطه ان انا ما افضلش دايما عايش في دور الضحيه. انا حظي كده، انا على طول بيجرالي مش عارفه ايه، انا حياتي بائسه، اصل انا مكتوب عليا الشقه طول عمري. الكلام ده اللي هو تطيروا، اللي هو بنتطير، اللي هو بنتشائم. تمام. فنتشائم، مش بنتشائم بس، ده انا كمان برمي المسؤوليه بتاعتي على حد غيري مش بتاعتي. اصل الدنيا غروره وكذاب. شماعات بقى. ايوه، شماعة الدنيا وشماعة البيت وشماعة الاهل وشماعة المديري وشماعات. بالظبط. هنا يحضرني ان انا كنت دايما اقعد افكر زمان وانا صغيره، هو اللي بيجرالي ده بيجرالي ليه؟ ربنا قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا اكيد قد ده، يلا قومي شيلي يا هبه، يلا قومي شيليها، قومي اعمليها. تمام. وبعدين لا انا مش قادره، انا مش قادره فعلا. طب وافضل اقول طب ازاي ربنا بيقول لنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وانا والله ما قادره، انا والله ما قادره. الحقيقه اللي انا اكتشفتها واللي فهمتها بعد ما ابتديت ادرس وادور لا هو في حل، او اكيد في حاجه، ان الحقيقه ان انا فعلا اللي بظلم نفسي.
يعني ربنا مكلفني ببعض الامور في الحياه الدنيا، تمام، ولكن انا بكلف نفسي بحاجات زياده. يعني انا صاحبتي مش عارفه متضايقه، بس انا جسديا تعبان، فاجي اقول مش مهم، انا هروح اشوف صحابي علشان ما ينفعش اسيبها في الموقف ده، مش مهم انا، يعني فاهم؟ بس انا بقول ايه لنفسي، مش مهم فانا انا. اصلا بحمل نفسي حاجه ربنا ما حملهاش عليا، ما حملهانيش اساسا، تمام. نفس الحاجه دي بنعملها ساعات مع الاهل، مع الزوج، مع الزوجه. يجي يقول لي اصلها متضايقه عشان مش عارفه ايه، فانا هسيب شغلي عشان تسيب شغلك ايه؟ ثانيه، ما هتصرف عليها ازاي؟ ما هو احنا بنتعامل في عندي منطق، وفي حاجه اسمها ولبدنك عليك حق ولنفسك عليك حق. ما هو ده ليك حق، يعني انا لو ما عملتوش ابقى ظلمت نفسي. ممكن تحاسب كمان. ايوه بالظبط. ربنا في القرآن بيقول لنا، ودي الآية اللي فتحت لي حاجات كتير. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يعني أنا بظلم نفسي؟ طب والدعاء اللي خرج سيدنا يونس من البحر، هو ده مش دعاء؟ وما كانش بيقول ربنا يا رب انقذني من الحوت؟ لو بصينا فيه كده كان بيقول ايه؟ كان كل اللي بيقوله دعاء سيدنا يونس ربنا ظلمت نفسي. هقوله لك. لا إله إلا أنت سبحانك، أنا بعترف بس بالله تمام إني كنت من الظالمين. كان ظالم مين؟ وكان ظالم نفسه، بس كان ظالم نفسه إنه قال مفيش فايدة في القوم بتاعي ده. طالما قال مفيش فايدة، مفيش فايدة خلاص، فسابهم ومشي. هو ده كده عمل إيه؟ ظلم النفس. أولا حط قانون إن أنا الحياة مش هتتغير، والله يغير كل شيء في لمح البصر. صح. زي ما بنتغير من مطره لشمس لهواء لمش عارفه ايه في نفس اللحظه في نفس اليوم، تمام. فانا ما ينفعش اظلم نفسي. لما سيدنا ادم والسيده حواء اكلوا من الشجره، هم ما اذوش الشجره، هم جسديا حاجه ظهرت في جسمهم، ابتدوا ينزلوا على الارض، هم ظلموا مين؟ ولم يظلموا الله شيئا. أيوة طبعا ظلموا انفسهم. فبرضه كان الدعاء بتاعهم اللي ربنا تاب عليهم بيهم ايه؟ هو كان ايه؟ ربنا ان ظلمنا انفسنا. ظلموا مين؟ انفسنا، فاغفر لنا وارحم. تمام. عجبني ده مايند سيت، يعني ده مايند سيت احنا شغالين عليه دلوقتي. بالظبط كده. لان انا اول ما ابتدي اخرج من دور الضحيه ده وابتدي اقول انا همشي على القانون اللي الله حطه. الله هو الخالق. لو انا جيت دخلت في جيم، والجيم دي فيها رولز، وجيت قلت هو انا ما بكسبش ليه وانا ماشي على رولز تانية خالص، المفروض ادوس اكس علشان ادي بالبوكس، فانا عماله ادوس حاجه تانية، مش بيضرب بوكس ليه؟ ما تقوليش بقى ما كسبتش ليه، ما تسالش، لانك مش ماشي على الرولز او القوانين المحطوطه فيها. فالله حط لنا قوانين في الارض. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هتقولي كررتيها 100 مره، هقول لك وهفضل اكررها طول عمري، لان وانس ان انا بغير الحاجات دي جوايا بلاقي الواقع اللي حواليا كله بيختلف. ايوه طبعا. وعن تجارب لنفسي وللكلاينتس بتوعي. عشان كده انا طبعا في كل حلقه بنختم بكتاب انت هترشحي لينا. بس قبل ما نروح الحته دي انا طمعان ان احنا ناخد مثال اخير. انت خدتي مثال عن العلاقات، وخدتي مثال عن البيزنس والوظائف، هناخد مثال بقى ثالث عن حاجه ثالثه. طيب اللي انا عايزه اوضحه كمان ان الباترن ده مش بس في العلاقات اللي حواليا او علاقتي بالاشياء او بالناس. الباترن ده كمان، وده حاجه مهمه جدا لازم تسمعها لنفسك، ممكن يبقى في جسمك. يعني ايه؟ يعني انت كلك على بعضك كائن واحد، ما ينفعش. وده اللي انا عشان كده درست كذا حاجه عشان اخاطب كل الانماط اللي جواك. انت النفس البشريه عباره عن مايند، عقل، وعندك هارت اللي فيها المشاعر، وعندك الجسد. ما ينفعش يعني اقول مش مهم بقى جسمك. عشان كده وانا بنشتغل جوه العلاج الشعوري نفسه لازم اسال الشعور اللي انت حاسه ايه موجود فين في جسمك. كل شعور ليه مكان في جسمك. طيب فاللي انت بتقوليه ده معناه ايه؟ معناه ان انا ساعات بيجي لي باترن ده جسدي. يعني كان مثلا عندي كلاينت عندها على طول صداع نصفي، بتشتكي من الباترن. فاحنا كنا شغالين على توبيك عادي خالص، ان هي جت بتقول لي اصلا انا على طول بيجي لي صداع نصفي. قلت لها معلش انت عندك صداع دلوقتي؟ قلت لها لا، احنا هنوقف، هنشتغل على الصداع النصفي، لان ده في حد ذاته كور، ده في صراع داخلي هنشتغل عليه. نشتغل على الباترن الجسدي. طيب في ايه تاني ممكن يكون باترن جسدي؟ حساسيه ما. انا كل ما اشرب لبن يجي لي حساسيه، معدتي بتتعب. انا القولون على طول كل ما بيحصل مش عارفه ايه بيجي لي ما اعرفش ايه. كل ما اصحى الصبح ما اعرفش إيه. يوم الاجازه لازم بطني على طول بتوجعني. قبل الاجتماع بتاع الشغل على طول القولون تعبني. طيب ده باترن جسدي لازم ابص عليه برضه، ولازم اسمع لجسمي، لان ولبدنك عليك حق. انا جسمي ده ليه حق عليا.
فلازم ابتدي اخش اشوف الباترن ده. نرجع تاني مثلا للمثال بتاع الصداع النصفي. بعد كده كان عندي 2 كلاينتس للصداع النصفي. الفكره كلها ان انا عندي 2 هيمسفير في المخ. جزء بيبقى حتى نيجي نقول اللي بيكتب بالشمال ده شخص ابداعي جدا طبعا مشهوره قوي الصوره دي. بالظبط. فالفكره كلها ان انا عندي جزء او الفص من المخ اليمين والشمال، واحد مسؤول عن الابداع والرسومات والشعور والاحساس والحاجات اللي هي الجميله دي اللي هي كلها حسيه، تمام. والجزء التاني مسؤول عن الاكشن بلان والتخطيط، وان انا اقوم واعمل مش عارفه ايه، ويبقى عندي عضلات كده واقوم اعمل مش عارفه ايه، واروح اعمل ايه للاولاد، واروح اعمل واشتغل بره علشان ما اعرفش ايه، واشتغل ساعات زياده. اللي هو بيبتدي يعمل الاكشن، بيشتغل في الحياه، اللي هو المسؤول، تمام. الحقيقه لما احنا ندخل جوه دايما بلاقي في صراع بين الجانبين. باختلاف الكلاينتس بيبقى في صراع بين الجانبين، يا اما حد سنسيتيف قوي فكان حاسس بشعور رهيب فتعب جدا من كتر المشاعر، فابتدى ان هو يقفل المشاعر دي، اقفلها لي انا مش عايز احس تاني. فعنده صراع لان ده جزء هو مخلوق جواه، تمام. فانا عندي مسؤوليات كتير، عندي اولاد، عندي حاجات انا المفروض اشيلها، المفروض اعملها. كل اللي بيعمله انا هجنبك انت يا جنب الفص المخ اليمين مش عايزه احس تاني، فص الشمال انا مش عايزه احس تاني، انا عايزه اقوم الحق اخلص اللي ورايا. ففي صراع داخلي، تمام. فيظهر في الم جسدي، صداع، بالظبط. ايا كان بقى هو هيكون عامل ازاي. بالظبط. يعني ممكن نطلع من الفقره دي او الجزء ده اللي هو اسمع لقلبك، اسمع لعقلك، اسمع لجسمك. بالظبط. كل واحد فيهم جاي يقول لك رسائل. ايوه، لان ربنا حتى في القران بيقول في يوم القيامه ان جسدنا هيشهد علينا، تشهد عليهم ايديهم ارجلهم. ايوه طبعا. طب ما بتتكلم على فكره انت لو قعدت تسمع جسمك هتلاقيه بيشتكي، هتلاقيه بيقعد. يعني اقعد بس كده دلوقتي مع نفسك 5 دقايق، اقعد بس اسال جسمك كده انا حاسس بايه. انا رجلي منمله دلوقتي. انا قاعده بحب اقعد كده بس رجلي منمله. حاسس بجسمي. طيب هي دي السؤال، هتساله السؤال تاني بعديها، عاوزني اعمل ايه؟ ايوه طبعا لازم تسمعه. تمام. فالباترن اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده، طب هل هو كده الموضوع كان الصراع واتحل؟ لا، كان في بقى حاجه تانية مهمه جدا. عشان كده احنا اخدنا 3 سيشن لما اشتغلنا على موضوع الصداع النصفي، والحمد لله فضل ربنا بقى اكتر من 5 شهور في كلاينت الاولاني ما بقاش عنده صداع تاني خلاص، النصفي ده تماما. طيب الباترن او النقطه الثانيه وهي ان انا عندي تمسك اصلا بالقلب، اللي هو فكره المكسب الثانوي. يعني ايه المكسب الثانوي؟ يعني انا المتمسك بالقلم زي ما قلنا اول حاجه هي فكره ان انا مخي بيحميني، فبيخليني اللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش، حتى لو كان مؤلم، حتى لو كان بيوجعني. ليه؟ انا عارف ده. طيب كان عندنا كونسبت ساعتها في السيشن شفناه، وهو بيقول ان انا لو فضلت تعبان معناها ان انا ما حدش هيطلب مني طلبات زياده، فانا بحمي نفسي من ان الناس تضغى عليا او ان هم ياخدوا حقوق من حقوقي. فابتدى ان هو يعمل ايه؟ يفصل ده. لا، انا خليني بالصداع احسن، خليني عايشه في الالم احسن. فهمت قصدي ايه؟ في جزء تاني كان بيقول انا ما حدش بيحس بيا مع الكلاينت التاني، انا ما حدش بيحس بيا غير وانا مريض. ده اتعود على كده من هو صغير. انا من وانا صغير ما حدش بيهتم بيا، ما حدش بيشوفني، ما حدش ايوه لازم اعيط عشان يقربوا لي، لازم اتوجع، لازم ابقى مريض، لازم ابقى عيان متعور مفتوح علشان يبتدوا يبصوا عليا. كانت موجوده في قصه من قصص مسلسل متر. كانت 2 اخوات، في واحده منهم مهتمين بيها جدا وعشان تعبت، فالثانيه كانت فاكره كده فعلا اللي هو انا لازم عشان اشد اهتمام ابويا ومامتي لازم ابقى زيها. يعني انا لو كنت تعبت كانوا هيهتموا بيا. بالظبط. ده كده انا حاطه لنفسي مبدا او كونسبت ماشيه بيه، فبالتالي هنا بفضل متمسكه بالقلم. فانا عندي انواع من المكاسب السنويه، بفضل متمسكه بالقلم زي ما قلنا علشان اللي اعرفه احسن ما اعرفوش. فانا يمكن اللي ما اعرفوش ده في تغيير هيجي لي فلوس، بس انا ما اعرفش لو جالي فلوس انا هعمل بيها ايه. يمكن في برضو بالكونسبت الثانيه انا لو بقى معايا فلوس الناس هتطمع فيا، فلا بلاش. انا متمسك بالقلم، متمسك بالفقر، تمام. مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيستعيذ بيه كل يوم، اللهم انا نعوذ بك من الفقر والكفر والفقر. فيعني جاي بعد الكفر على طول. لو كان الفقر ورجلا لقتلت. بالظبط كده، بالظبط. فهي دي الكونسبت ان انا المفروض اصلا في الاول ان انا بحمي نفسي منه، بس انا في الحقيقه بحمي نفسي من المجهول، بحمي نفسي من لحسن يطمعوا فيا، لحسن ما يحبونيش بعد كده ويحبوا فلوسي. فبتبقى في مكاسب سنويه ورا الالام اللي انا ماشي فيها، ورا الباترن اللي انا قاعد الف فيه. فانا ماشي فيه
بإرادتي برغبتي. عشان أخرج منه لازم أنا أقرر وأخرج من دور الضحية. أنا المختار ده وأنا اللي اخترت ده دولا عن ده. أهم حاجة كلنا محتاجينها دلوقتي إننا نفصل، بس المهم نعرف نفصل إزاي ومع مين وإمتى عشان نشحن نفسنا لباقي الشهر. إحنا في Inner Vibe هنتقابل مرة كل شهر لمدة 3 ساعات عشان نشحن طاقتنا ونعرف نكمل باقي الشهر. مهتم تعرف إزاي؟ ادخل على اللينك اللي موجود في وصف الحلقة. صح جدا. طيب الفقره بقى اللي انا بحبها الكتاب. دايما احب كده اللي بيطلع من الحلقه في كتاب يعرف يشتريه او يبص عليه اونلاين وات ايفر هو بيحب ايه علشان يستفيد اكتر كمان. طيب انا ممكن ارشح كتابين، لان في كتاب منهم مش يعني لسه شفتوش مترجم لسه في السوق المصري، اللي هو Let Them Theory اللي هو ميل روبنز. دي يعني كاتبه وهي اخصائيه علم نفس بس دكتوره يعني مشهوره جدا اجنبيه. الكتاب فيه يعني بيتضمن فكره حلوه جدا، هي Let Them مش Let Go بس. ايوه لما تقروها هتفهموا ان الكونسبت فعلا مختلف ومفيد جدا ليا انا، اللي بيحسسني بالباور بتاعي، بالجزء بتاع قوتي الداخليه اللي على الحياه والحاجات اللي انا بقدر اختارها، وايه اللي انا مسؤول عنه وايه اللي مش مسؤول عنه. وبالتالي هرشح كتاب تاني اللي بيتكلم على ان انت وحده مشاعر وافكار وجسد، وهو Your Body Keeps Score، اللي هو في العربي جسدك يتذكر كل شيء. الاثنين على فكره موجودين، الاثنين موجودين. ايوه، فعشان كده اللي عايز يقراه بالانجلش هيلاقيه، واللي عايزه بالعربي ده هيلاقيه، وده هيفرق جدا انك هتفهم جسمك، تفهم الاوجاع اللي فيه، هتسمعه، هتعرف ان انا الوجع ده مش جاي كده وخلاص عشان يضايقني او يوجعني، هو جاي برساله بس انا محتاجه اسمعه بس. اتمنى تكون الباترن بتاع باش كوتش مش باترن سيء. لا بالعكس، باترن جميل جدا وخفيف. اشكرك. يعني اتمنى اكون عرفت اوضح الفكره واكون افدت، وكنت برضو ضيف خفيف عليكم يعني. لا خفيف، ورغم ان انت ضيفه خفيفه الا انت برضو قدمتي معلومات تقيله بطعم الخفه، يعني تقيله، المعلومات تقيله ولكن كانت جايه بسلاسه فضل ربنا. قبل ما تختم انا عايزه اقول تاني ان مش بالوعي لوحده، مش بالعقل الواعي بس انا عرفت معلومات ان ده غلط وده صح وده مش عارفه ايه وده مش عارفه ايه وهكذا. انا الفكره كلها ان العقل دايما هيفضل يكرر كل ملف هو ما اتقفلش، كل ملف فيه ألم موجود قدامي هيفضل العقل يكرر نفس الباترن. فمش بالوعي لوحده، أنا محتاج أقابل نسختي القديمة اللي اتوجعت، اللي عانت، اللي اتأذت، وابتدي ان انا اداوي الجروح بتاعتها دي. وعشان كده ده حتى السلوجان بتاعي في الاسم البراند Heal Life to be alive. يعني عشان تعيش الحياة، عشان تكون الحياة أصلا اللي انت عايز تكونها to be alive، عشان تكون حياة انت بتحلم بيها بتتمناها، حياة في الجزء العملي، حياة في الجزء الاجتماعي، حياة في الجزء الجسدي اللي جواك أصلا. عشان تكون الحياة دي لازم تداوي الحياة اللي انت عشت فيها، الآلام اللي انت مريت بيها. Heal life to be alive. تحفة. شكرا جدا لوقتك. شكرا ليك. احنا بنختم كل مرة ببص للكاميرا وبقول لهم الأسئلة اللي هم يجاوبوها بعد كل حلقة، زي بالظبط الأسئلة اللي احنا بنختم بيها في أي كوتشنج سيشن. حلو قوي. السؤال النهاردة أو 3 أسئلة دايما زي ما انتم متعودين. السؤال الأول، ايه الجملة اللي لفتت انتباهك ونورت حاجة في دماغك؟ يا ريت تسجلها. السؤال الثاني، ايه السؤال اللي احنا سألناه لو انت سألته لنفسك هيفرق معاك جدا؟ والسؤال الثالث، اول اكشن تقدر تاخده بعد الحلقة دي ابتداء من النهاردة يفرق جدا وتبقى بداية خير ليك ان شاء الله. اتمنى ان انت تكون اتبسطت معانا، وان شاء الله نتقابل في حلقة تانية من باش كوتش. حرف الايه ان انا ناسيه. حد يمسك له الورقه هنا، حد يمسك له جنب وشه. صح يتقالوا على بعض يعني عشان الناس ما تقولش حتى. ما هو قال باترن، ما قالش باترن. قال بي بس. قال بي واحنا نسينا خلاص دخلنا في خالتي. طب ما ممكن نقول هنا بدأ يركز في الجي بي اس وخالتي. ما هي دي حلوه علشان انا الناس بتبقى بص انا بحب الحاجات دي ايه، ان هو هيجي في الاخر يقول لك ايه ده دي باترن، فيرجع تاني يسمعها من الاول، فده هيديك حاجه، دي حاجه حلوه. افتكرت الايه؟ طب ممكن اشرب ميه بما انه بيفتكر الايه. ماشي.
او انا بضحك كتير مثلا، ما بعرفش امسك. لا انت بتبتسمي، انت بتبتسمي.